كان هجوماً عنيفاً، استخدم الجاني الكثير من القوة البدنية. كان قاتلاً متسلسلاً في باتن روج، وكان لديه طريقة عمل بارزة جداً ومخيفة. من وضعها هناك أراد صدم أي شخص يدخل ويجدها. هل تتبادر إلى ذهنك كلمة وحش؟ أمسك بجانبي رقبتي، إنه يحاول حقاً قتلي. أطفالنا وأمهاتنا وبناتنا ليسوا بأمان بعد الآن. وقد أكدت الشرطة أن هناك مستوى من الخوف في المدينة لم يشعروا به من قبل. الطوارئ، ما هي حالتك الطارئة؟ يقولون إنهم عثروا على جثة في هذا المبنى في زاوية الشارع 11 وشمال بوليفارد. تلقينا مكالمة من هاتف عمومي، وأشار المتصل إلى وجود جثة مجهولة في صالة داينستي. من قال ذلك؟ بعض الرجال الذين كانوا يمرون. ولأي غرض كان يستخدم؟ النادي القديم لداينستي. أشار هذا الشخص إلى أنه أخبر بأن امرأة كانت تمر من هناك وعثر على جثتها داخل هذا النادي. الرجل الغامض ثم يعطي للموظفة تفصيلاً مهماً. اسم الفتاة فلوريدا دوغلاس. هل تعرفها؟ نفسر هذه المكالمة على أنها من شخص يعرفها شخصياً، كان يعرفها باسم فلوريدا دوغلاس. وصلت دورية إلى الموقع، وكان من الصعب الوصول إلى المبنى لأنه كان مهجوراً لسنوات. كان هناك الكثير من الشجيرات والأدغال في تلك المنطقة. كان المبنى مليئاً جداً بالحطام وعلب الشراب القديمة وغيرها. كان المبنى مليئاً بالفوضى. يمكنك أن ترى أنه كان ملاذاً للناس للذهاب وتعاطي المخدرات أو الشرب. تجمدت الجثة، فإنها كانت ميتة لمدة تتراوح بين 18 إلى 20 ساعة. في الغالب كانت عارية، لذا كانت الافتراضات الأولى أنها تعرضت للاغتصاب والقتل. رصدنا العديد من الإصابات على جسدها ورقبتها، تعرضت لآثار الخدوش والكدمات. يمكن رؤية أثر لأظافر وأخاديد داخل رقبتها. كان رأسها ممدوداً للخلف بطريقة توحي بأن شخصاً قد خنقها. ووضعية الجثة توحي أن القاتل يريد لفت الانتباه إلى عمله هذا. لقد وضعت على صندوق على ظهرها، لم تكن وضعية طبيعية. يبدو أنه أخذ وقتاً. من وضعها هناك بذل جهداً لإبرازها على ذلك الصندوق، وأراد صدمة أي شخص يدخل ويجدها. يبدو لي أن تلك ليست جريمة شغف. أعتقد أن البشر يمكنهم فهم جرائم العاطفة أكثر مما يمكنهم فهم قاتل بارد الدم يقتل شخصاً ثم يتركه في وضعية محددة. دخولي إلى ذلك المبنى في تلك الليلة ورؤية كيف جرى وضعها صدمني بالتأكيد. لا شيء في مسرح الجريمة، لا حقيبة يد، لا محفظة، لا هوية تمكن الشرطة من معرفة الضحية. ورغم ادعاء المتصل بأن المرأة الميتة هي فلوريدا دوغلاس، يجب على الشرطة التأكد. وصل الطبيب الشرعي. نعم سيدي. جرى اتخاذ قرار بنقل جثتها إلى المشرحة ليتمكن رجال الشرطة الفيدراليين من استخدام معداتهم للتحقق من وجود أي أدلة أخرى. انتشرت الشرطة في الحي للبحث عن شهود. لم يكن هناك شهود رأوها وهي تدخل المبنى مع أي شخص أو يقدم أي نوع من المعلومات حول ما حدث حينها. هل شاهدت أي شيء؟ اعتقدت أنني رأيت شخصاً على الهاتف هناك. تحدثنا مع شاهدة رأت رجلاً أسوداً أجرى تلك المكالمة. كان الأمر الفريد هو أنه كان يحمل كيساً بلاستيكياً على يده أثناء الحديث عبر الهاتف، لذلك كان يحاول إخفاء بصماته والحمض النووي. هل القاتل ومتصل الطوارئ الغامض هما نفس الشخص؟ عالجنا سماعة الهاتف للكشف عن البصمات ولم يظهر أي شيء.
يبدأ الطبيب الشرعي العمل على الفور على الضحية. ستعرف ما حدث لها، فجسدها سيخبرك بذلك. كان جسدها في موقع الجريمة ولديها علامات حول رقبتها، وكان لديها بعض الإصابات بالقوة البدنية. يمكنك أن ترى أن رأسها تعرض للدفع أو الضرب على شيء صلب جدا كجدار أو ربما الأرض، فنزفت من جمجمتها والجزء الخلفي من رأسها، ولكن السبب الرئيسي للوفاة أنها خنقت يدوياً. لقد تمنينا أن نستخرج شيئاً من جسدها، إما بصمات أصابع أو بعض أنواع السوائل الجينية. رفعت عينة جينية من تحت أظافرها من إحدى يديها. تبين أن الحمض النووي ينتمي إلى ذكر مجهول. أدخلت شريطة الولاية الملف الشخصي في قاعدة البيانات للتحقق مما إذا كان هناك تطابق، ولم يظهر تطابق. تحديد هوية الضحية أمر سهل. بصمات أصابعها تؤكد أن الضحية هي فلوريدا إدواردز، واسم عائلتها قبل الزواج هو دوغلاس، تماماً كما ذكر المتصل بالطوارئ. الذي أجرى المكالمة من المرجح أنه الذي قتلها لأنه يعرفها بالاسم فلوريدا دوغلاس، اسمها قبل الزواج، لذلك في تلك النقطة كاتجاه للبحث عن شخص قد يعرفها، ربما نسيب أو صديق كانت تواعده. يتجه المحققون إلى أسرة وأصدقاء فلوريدا لمعرفة المزيد عنها. كانت شخصاً طيباً جداً وتحاول تحسين حياتها. فلوريدا دوغلاس كانت امرأة متحفظة، كانت هادئة، كانت لطيفة. بجانب ذلك كانت شخصاً ذكياً، كانت ابنة وزوجة، كانت أفضل صديقة. كانت شخصاً يهتم بالأسرة، ولكن في وقت ما تعثرت في حياتها كالكثير من الأشخاص. هل كانت تقابل أي شخص؟ عادة ما نتوجه إلى الأشخاص الأقرب إليهم، أصدقاء أو أصدقاء سابقين أو أزواج، هؤلاء الذين سنضعهم في أعلى قائمتنا. جيمي باورز، هذا هو اسم الصديق. كان لديها صديق ظهر في التحري، على ما يبدو أن لديه تاريخاً جنائياً معيناً. جيمي شخص سيء، لم أكن أحبه. كانت تجمعهما علاقة عنيفة وفقاً للعائلة والأصدقاء. بناء على ذلك يختبر المحققون نظريتهم حول المتصل بالطوارئ. جعلنا العائلة والأصدقاء يستمعون إلى الصوت الذي أجرى المكالمة، وأحد الشهود قال إنه يمكن أن يكون جيمي. في غضون 24 ساعة جرى تعقبه. جيمي باورز: أريد معرفة أين كنت عند مقتل فلوريدا. كنت في لافييت في منزل عمتي. قال لم يكن بقربها، وقدم بياناً يثبت مكانه في الوقت الذي اكتشفت وفاتها فيه. إذا قدمت عينة من الحمض النووي قد تخرج من القضية نهائياً. حسناً، سأفعل ذلك. بعد الحصول على إفادة منه، حصلنا على عينة من حمضه النووي لمقارنتها مع الملف الشخصي للحمض النووي الذي ترك على الجثة. ولكن الحصول على النتائج قد يستغرق أشهراً. سيوضع حمض جيمي في طابور من القضايا في جميع أنحاء لويزيانا. يخزن في معمل شريطة ولاية لويزيانا للجرائم، لذا نأمل أنه مع مرور الوقت سنحصل على تطابق في الملف الشخصي الخاص بفلوريدا. في أبريل عام 2000 ما زالت الشرطة في انتظار نتائج الحمض النووي عندما وصلهم تحقيق جديد. امرأة في باتون روج تتصل بالشرطة وتخبرهم أنها تعرضت للاغتصاب. أيمكنك وصفه؟ إنني أعرفه. تزعم أن منفذ الهجوم عليها هو دونالد أندروز. دونالد أندروز لم يكن غريباً على قوات الأمن، فكان لديه سجل اعتقال، كان ضمن اتهاماتنا، وكان شخصاً مشتبها به على أنه قد يكون متورطاً. لقد حذرني مما سيحدث إذا توجهت إلى الشرطة. كان يتباهى بقتل النساء في الماضي، وقال: أنا الذي قتلت النساء في باتون روج. هل كان يتفاخر أم أنه فعلاً الشخص الذي قتل فلوريدا إدواردز؟ على أي حال، أصبح دونالد أندروز المشتبه الرئيسي في قتل فلوريدا إدواردز، ولا تضيع الشرطة وقتاً في إلقاء القبض عليه. 71/10 إنني في المنزل. علم.
ليس هنا. ليس هنا. إنني أراه يتجه نحو المنزل. حسناً، سأدخل. أمسكناه. لا تتحرك. انزل على الأرض. قيده. دوني أندروز، قيل إنك تتحدث عن قتل النساء. لا علاقة لي بذلك. لم يكن مجرماً أولاً، وكنا نعتقد أنه الشخص الذي يمكن ربطه بتلك الحالات. إذا كان لديك علاقة بهذه القضايا، أي علاقة بتلك النساء، فسنعرف. إنني بريء. لمعرفة الحقيقة، افحص الحمض النووي. لا بأس. ترسل الشرطة العينة للتحليل. إذا تطابقت مع الحمض النووي الموجود على جثة القتيلة، وهو موجود خلف القضبان في انتظار المحاكمة بتهمة الاغتصاب. مرحباً. هل من أحد هنا؟ هل من أحد هنا؟ ما هذا؟ في باتن روج، لويزيانا، ينتظر محققون يتحرون في قضية قتل فلوريدا نتائج فحص الحمض النووي لشخصين مشتبه بهما: صديق فلوريدا جيمي باورز، ودونالد أندروز الذي يقبع خلف القضبان بتهمة اغتصاب مستقلة. دونالد أندروز لم يكن غريباً على قوات الأمن، لديه سوابق جرمية متعددة، وكنا نأمل أن يكون هو الشخص الذي قتل فلوريدا إدواردز. ولكن يتبدد ذلك الأمل في حل جريمة قتل فلوريدا عندما تتلقى الشرطة مكالمة في 25 من يوليو. شرطي، من هنا. شكراً. عندما اقتربنا من المنزل شممنا رائحة قوية، وهي الرائحة المعتادة لجثة متعفنة. وشاهدنا الضحية في وضعية نصف مستلقية متكئة على الجدار. كانت جثتها في مرحلة متقدمة جدا من التحلل. لم يكن بإمكاننا أن نتعرف عليها في الحالة التي رأيناها فيها. وعلى الفور رأى المحققون تشابها بارزا مع جريمة قتل فلوريدا إدواردز. كانتا في وضعية نصف مستلقية، وكلتاهما تعرضتا لهجوم عنيف جدا. كما لاحظ المحققون تشابها في المواقع. كان هذا المنزل مهجوراً، وهناك حطام في جميع أنحاء المنزل، علب الشراب وزجاجات الشراب وأشياء عشوائية تركت هنا وهناك. يمكنك جمع تلك الأشياء؟ لا نعتقد أن مسرح الجريمة امتد في جميع أنحاء المنزل، فجمعنا علب الشراب وزجاجات الشراب قرب الجثة. عندما يصل الطبيب الشرعي إلى مسرح الجريمة، يقدر أن الضحية مضى عليها مستلقية ميتة في حرارة يوليو ل3 أيام. وعلى عكس فلوريدا، فالفرصة للحصول على دليل مفصلي لن تكون متاحة بعد التشريح. جثة فلوريدا إدواردز كانت هي مسرح الجريمة، ولكن للأسف في هذه الحالة بقيت الضحية هناك لفترة أطول قليلاً، لذا جثتها قد تحللت لدرجة أن بعضاً من مسرح الجريمة لم يكن متاحاً للشرطة. فحصنا المنطقة بحثاً عن علامات الخنق. تعرضت للخنق ولديها كدمات على رقبتها وأعلى صدرها، ولكنها لم تكن سبب الوفاة. لاحظوا أن هناك بعض الإصابات الناتجة عن ضربة صلبة، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب الوفاة. يتمكن الطبيب الشرعي من الحصول على بصمة واحدة، وهذا كافٍ لتحديد الهوية. سيلفيا كاب 36 عاماً. عاشت سيلفيا كاب مع شقيقتها لويلا. عاشت مع والدتها. قدمتا تقريراً لاختفائها. جرى الإبلاغ في نفس اليوم الذي اكتشفت فيه. يشعر المحققون أن التشابهات بين جرائم قتل سيلفيا وفلوريدا
ليست مجرد صدفة. نحاول العثور على التشابهات التي تربط هذه الحالات معاً على الرغم من عدم وجود ربط علمي. كانت جرائم قتل هذه النساء وحشية. تلك النساء وثقن بالطبع في هذا الشخص ليدعنه يقترب منهن، فكان ذلك مخيفاً. ولكن من دون دليل بيولوجي من سيلفيا لإثبات الصلة، تحذر الشرطة من استخدام كلمة قاتل متسلسل أمام العامة. تجرب حظوظك، كم تفصح لوسائل الإعلام، كم تزيد من تهويل الجريمة، وكم تحاول تضليلها كي لا تنبه المشتبه به أننا نبحث عنه. لذا كانوا حذرين في تقديمهم للعامة وفيما كنا نبحث عنه. إذا كان شخص واحد قتل المرأتين، فيمكن للمحققين استبعاد أندروز كمشتبه به. كان أندروز يقبع في زنزانة سجن ينتظر المحاكمة بتهمة الاغتصاب عندما قتلت سيلفيا. عندما يصل تحليل الحمض النووي من المختبر، يجري استبعاده كقاتل فلوريدا. لم يتطابق الحمض النووي خاصته مع الشخص الذي ترك حمضه على جسدها. تبينت براءة جيمي باورز بواسطة الحمض النووي. جرت مقارنة حمضه النووي مع الحمض النووي من فلوريدا، فجرى استبعاده كمشتبه به. بعد إقصاء كل من دونالد وجيمي، ليس لدى المحققين أي مشتبه به في جريمتي فلوريدا وسيلفيا. يأملون أن يتمكن أفراد عائلة وأصدقاء سيلفيا كاب من تقديم تفسير مقبول. قبل اختفائها كانت في مزاج جيد وروح مرحة، كأنها لا تهتم بأي شيء. اتصلت بصديق لها أو صديقاتها؟ نعم، ولا أحد يعرف شيء. في وقت ما صحبها شخص في سيارة شيفي بليزر صغيرة، وكانت سعيدة عندما دخلت السيارة، وكانت تذهب لزيارة الأصدقاء وتغادر المنزل معهم، فبالنسبة للعائلة ليس غريباً أن تذهب في تلك السيارة. بدأت الشرطة البحث عن الشاحنة التي جرى استخدامها. لقد فحصنا قاعدة البيانات الداخلية بحثاً عن أي سيارات تتطابق مع الوصف. جيد، شكراً. مشطوا أيضاً الحي المجاور لمسرح الجريمة. ذهبنا في طول الشارع بحثاً عن شهود محتملين. حاولنا الحصول على صورة وسيارة للذي كان آخر شخص رآها على قيد الحياة. كان من المخيب للآمال أننا لم نحصل على مشتبه به أو دليل فيما يتعلق بالتحقيق، لكننا لم نستسلم. لا يزال لدينا بصيص أمل. وزعنا نشرات في المدينة بحثاً عن تلك السيارات. هل انتهينا؟ لا، فلدينا معادلة واحدة أخرى لحلها. هيا ضعي الرقم 2. مرحباً. مرحباً ريني. سأنزل بعد قليل. شون، ستخرج أمك لبضع دقائق. حسناً. تعال إلي. وداعاً. وداعاً. مرحباً، كيف حالك؟ أنا بخير. أنت بخير؟ الآن بخير. تحقق الشرطة في باتون روج في جريمتي قتل فلوريدا إدواردز وسيلفيا كاب. فكرة وجود قاتل متسلسل بقيت مجرد حدس، إلى أن تلقت الشرطة اتصالاً في أبريل عام 2002. ماذا لدينا هنا؟ اتصل بها أحد المتجولين. عثر عليها في حديقة زهور لمتجر مهجور. كانت في المنطقة المفتوحة بالقرب من المبنى الرئيسي. مع كشف الجثة بهذه الطريقة وتركها ليعثر عليها بسرعة، توقعنا أنه ربما يلقيها ويراوغنا ليظهر أننا لا نؤدي عملنا. كانت ساقاها مفصولتين بين شجرة صغيرة وترتدي قميصاً أبيض مسحوب نحو منطقة الرقبة، وهذا أخبرنا بالكثير. نظروا إليه وقالوا إن ذلك القميص يبدو وكأنه يمكن استخدامه لخنقها، لأنه حول عنقها ويبدو وكأنه سلاح الجريمة. أكد الطبيب الشرعي أن الخنق هو سبب وفاة الضحية.
راني نيومان أم عازبة تبلغ من العمر 46 عاماً. كانت قاطنة محلية هنا في باتن روج. أخاها ضابط شرطة في إدارة شرطة باتن روج، كان صديقاً لي. تألمت عندما تحدث لي وقال: من فضلك كريس، حاول كشف ما حدث لأختي. سيعرفون المزيد بعد أن يفحص الطبيب الشرعي الجثة، ولكن الموقع ووضع الجثة مشابه جدا لفلوريدا وسيلفيا، لدرجة أن المحققين لا يستطيعون اعتبارها صدفة. بما أنها في نفس المنطقة وعثر عليها بهذا الموقف، شعرنا أننا نبحث عن المشتبه به ذاته. مقابلة مع مالك سكن ريني تكشف عن احتمالية ارتباط آخر بقضية سيلفيا كاب. في تلك الليلة المحددة تلقت اتصالاً هاتفياً، وبناء على ذلك كانت تستعد لمغادرة المسكن، ولكن في نقطة ما أقلها أحد الأشخاص وهو ليزلي دونالدسون في شاحنة بيك أب صغيرة، وغادر المنطقة ولم ترى على قيد الحياة بعدها. هل ليزلي دونالدسون هو نفس الرجل الذي أقل سيلفيا كاب في شاحنة البيك أب؟ لقد تعقبناه وحصلنا على إفادة منه، حيث أكد لنا أنه يعرفها وكان يواعدها أحياناً. ذهبت للعمل، ثم ذهبت إلى منزل صديق جريم للعبة ورق، مثل ما أفعل كل ليلة جمعة. لكنه قدم حجة غياب تفيد بأنه في الليلة التي عثر فيها عليها لم يذهب ليقابلها. اكتب اسم صديقك ورقمه لي. ستضطر الشرطة للتحقق من حجة غياب ليزلي، وسيحصلون على عينة من حمضه النووي أيضاً. حصلنا على عينة الحمض النووي من الفم والتي منحها لنا بإرادته. وكما تأملت الشرطة، أظهرت نتائج المختبر على جثة ريني نيومان مؤشراً مهماً: حمض نووي ذكري لا يتطابق مع الحمض النووي المأخوذ من ليزلي دونالدسون، لكنه يتطابق مع ذاك الأجنبي الموجود على جثة فلوريدا. بمجرد أن حصلنا على عينة الحمض النووي من جثة ريني نيومان وعرفنا أنها ناتجة عن جريمة فلوريدا إدواردز، عندها ربطت جميع القضايا معا فوراً. والآن يطرح السؤال: متى سيهاجم القاتل مرة أخرى؟ لذا شكلنا فريق عمل للتحقيق في وفاة هؤلاء النساء. شمل ذلك مختبر الجريمة التابع لشرطة الولاية وشرطة المدينة، أي جميع الجهات المعنية في المنطقة. لدينا مجموعة من جرائم القتل في نفس المنطقة. كانت الضحايا إناثاً تقتلن في الموقع العام ذاته جغرافياً. إذا وضعت دبوساً في المركز كمنطقة نشطة، فإن الجثث الثلاثة عثر عليها في نطاق ضيق جداً. كانت النساء الثلاثة في الفئة العمرية بين 37 و 46 عاماً. اطلعنا على طبيعة الضحايا وخلفياتهن ومن أين ينحدرن. جميعهن كن يعانين من إصابات تتطابق مع ضربات رجل قوي كان يضربهن بقوة عدة مرات. أعلنت شرطة باتون روج رسمياً ما كان المحققون يشتبهون فيه منذ جريمة قتل سيلفيا كاب. سيداتي وسادتي، قد يكون لدينا قاتل متسلسل. أصابت باتن روج صدمة وراحت تقول: هناك قاتل متسلسل في المدينة. تتحول الأرقام المتزايدة إلى مشكلة خطيرة ومخيفة بالنسبة للنساء الأمريكيات من أصول أفريقية، ثم أصبح الجميع واعياً لوجود مشكلة. أكدت الشرطة وجود مستوى من الخوف في المدينة لم يشعروا به من قبل، ويقول العديد من الناس في الشارع نفس الشيء. كان الناس يتحدثون عن الأمر في المتاجر ومحلات الحلاقة. عاشت بعض تلك النساء حياة مريبة، لكن الخوف تسرب من جميع النواحي. جميع الناس والنساء غير البيض كانوا خائفين، لذا قد لاحظت أنهم بدأوا في الامتناع عن تلك الرحلات الفردية، فبدأوا بالخروج مع أحدهم والحرص على الاتصال عند العودة إلى المنزل، وانتشر ذلك في المجتمع. في أثناء حل هذه القضايا يقلق الناس بشأن الضحية وعائلتها، فربما لديهم زوجة أو ابنة. كان من الصعب تصور أن شخصاً ما قد أتى واخترق حياتنا المتماسكة، أماننا والمحبة وأسرتنا ومجتمعنا، حيث لم يعد أطفالنا وأمهاتنا وبناتنا آمنين بعد الآن. ومن ثم هذا، اعذريني، المحقق كريس. كل الدعاية المحيطة بالقضية
تولد تلميحات، وتبرز واحدة من تلك التلميحات عن البقية. في عام 2004 تلقى كريس جونسون مكالمة هاتفية من أشخاص في الحي تشير إلى أن ريني نيومان شوهدت فعلاً وهي مع شون جيليس. كان جون جيليس قاتلاً متسلسلاً في باتن روج، وأدلى باعتراف مفصل عندما اعتقلوه. لقاؤنا مع شون جيليس فريد جداً لأن شون كان صريحاً فيما فعله. بتر الأذرع وارتكب أشياء فظيعة بحق الناس. جربت القليل من أكل لحم البشر والدهن، ليس جيد المذاق، لا أنصح به. لقد كان لديه طريقة عمل مشؤومة ومخيفة جدا. هل يتبادر إلى ذهنك كلمة وحش؟ على الرغم من معرفته براني نيومان، وعلى الرغم من أنه قاتل متسلسل محترف، لا يعتقد المحققون أن جيليس هو الشخص الذي يبحثون عنه. لن يتبادر إلى الذهن أنه مشتبه به محتمل في هذه التحقيقات بسبب الاختلاف في النهج الذي يسلكه. هل من الممكن أن يقدم جيليس أي نوع من المساعدة للمحققين في قضيتهم؟ قد يسلط الضوء على ما نحقق فيه، وكنا نحاول الحصول على معرفة منه كشخص يعرف المجال بسبب حقيقة أنه قاتل متسلسل. إذا كان يمكنه أن يخبرنا بما حصل في شمال باتن روج. في مايو 2004 وجدت الشرطة التي تحقق في قتل فلوريدا وسيلفيا وريني نفسها في موقف غريب، طلبوا المساعدة من قاتل متسلسل للقبض على آخر. أجل لمنح الخاتمة المناسبة لعائلات هؤلاء الأشخاص. بالضبط. ولن تحظى هذه العائلات بأي نفع إن ادعت بأن أحدهم فعل ذلك. ولكن في هذه اللحظة هناك، مثل ما قلت، وحشان أو واحد يجب علينا القبض عليهما. هذا هو أساساً ما كنت أسألك عنه لمساعدتنا. من الشخص الذي تعتقد أنه يجب أن نبحث عنه؟ لست أحاول أن أتكبر، لكنني ذكي جداً. هذا أكيد. وأنا سأبحث عن شخص من هذا القبيل. نعم. سأبحث عن شخص يمتلك ربما مثلي حياة طبيعية في باقي الأوقات. ولكن جيليس يرفض قول أي شيء آخر. يجب على الشرطة أن تتساءل عما إذا كان جيليس يلهو معهم، أم إذا كان حقاً يعرف من يقتل هؤلاء النساء. بعد نفاذ الأدلة، قامت فرقة عمل التحقيق في جرائم القتل بتجربة خطة جديدة. كان لدينا ضباط متخفون يعملون في شوارع باتون روج، والهدف الأساسي لعملية مثل هذه هو محاولة الاتصال بأكبر عدد ممكن من الأفراد. بدأ المحققون في التحدث إلى أولئك الأفراد، وتمكنوا فعلاً من الحصول على عينات الحمض النووي منهم لتحديد ما إذا كان أحدهم هو المشتبه به في القضية. يسجلون الأسماء والأرقام ويختبرون الحمض النووي، ويأملون أن يتوصلوا إلى أي شيء. بعد 3 سنوات من التحقيق، تحل فرقة العمل وتنقل القضايا إلى قاعدة بيانات القضايا الجامدة، ولكن المحققين لا يتخلون عن الأمل. تحقق قدر المستطاع وتعالج الأدلة وتأمل أن يظهر شيء، لكن قبل أن تدرك ذلك تكون القضية في ملف القضايا الجامدة وتصاب بالإحباط. نأمل جميعا في أنه يوما ما سيزل ويقع في الخطأ. في كل قضية يرتكبون أخطاء، لا جريمة كاملة. نحمل الأمل دائما سنلقي القبض عليه. تشتبه الشرطة في باتون روج لويزيانا بأن قاتلا متسلسلا قد قتل 3 نساء. حتى الآن ليس لديهم مشتبه بهم، ولكن الآن وقع هجوم على بعد ما يقرب من 97 كيلومترا في لافايت يتطابق مع نفس نمط الجريمة. الضحية هي امرأة تدعى جوني مارتينيز. كانت جوني تنزل من الحافلة
وتتجه إلى متجر محلي. تفعل ذلك دوما، ولكن تغير ذلك ذات يوم. تعرضت للهجوم في يوم عادي خلال نشاطها المعتاد. أمسك بها من المعصم وضربها، ثم حاولت التوسل لحياتها قائلة: اتركني وخذ ما لدي أو أي شيء، وبالطبع لم يرغب في الاستماع لها. بدأ بخنقها بعنف حتى فقدت وعيها. قررت أن أتظاهر بأنني ميتة حتى لا يمكنه أن يؤذيني. أخذت نفساً عميقاً وأسقطت كتفي وأغلقت عيني واستلقيت بسكون. كانت لديها القدرة على التفكير في إدارة وجهها وترك عين واحدة ليصيبها حتى تستطيع رؤيته بالأخرى. انتظرت بضع دقائق، وعندما شعرت بأنه لم يكن في المنطقة فتحت عيني ولم أجده. جاءت الشرطة، بدأوا في التقاط الصور وطرح الأسئلة. ضربها عدة مرات، وعندما رأيت صور وجهها كان من الصعب تصديق أن أي شخص أو أي إنسان يمكنه فعل أي شيء من هذا القبيل. جوني، هل أنت بخير؟ طلبت مايك براون، أحد أفضل أصدقائي، وهو ضابط شرطة. مايك لقد كاد يقتلني. إنها رائعة، عندما تلتقون بها لن تنسوها قط. جوني مارتينيز شخصية قوية وامرأة ذات طموح، ولديها دافع مهني كبير. لم أستطع أن أصدق ما فعله هذا الوحش لوجهها. هل رأيته من قبل؟ وسألوني ما إن تعرفت عليه وإن حفظته، وقلت نعم. كان لديه خدان كبيران ومتدليان مثل دروب الكلب من الرسوم المتحركة. أخذ محفظتي. أخذ المحفظة وأخذ بطاقات الائتمان وكل شيء منها. لقد أراد سرقتها ولم يشأ أن يترك شاهداً، أراد قتلها. أخبرني مايك بأن أتحقق من بطاقات الائتمان أي شيء كان معي كي ألغيها. تنتشر الشرطة في لافاييت وتبحث عن شهود. قابلنا العديد من النزلاء المتجولين في المنطقة وقالوا إنهم لم يروا أو يسمعوا أي شيء. لا يوجد شيء في الموقع يعطي دليلاً لمحققي لافاييت عن الجاني، لكن في اليوم التالي يحصلون على أول تفاصيل في القضية. نعم، معك جوني مارتينيز. أحتاج إلى إيقاف بطاقات الائتمان. اتصلت لأجل الإلغاء وقالوا لي ليس لدي شيء هناك. قالوا إنني قد استخدمت البطاقة في مكان ما وفي محطة الوقود. كان على البطاقة رقم الوصول وأيضاً في تلك المحفظة، لذا كان عليك أن تمتلك المحفظة بأكملها والبطاقة لتحصل على هذا الرقم المحدد لسحب الأموال. أخذ بطاقة المصرف، أفرغ محفظتها تماماً. كان في حالة تجوال، كان يترك أدلة عن طريق استخدام بطاقتها. وتؤدي تلك الأدلة بشكل مباشر إلى باتون روج. قالوا إنني ذهبت خارج المدينة واستخدمتها في باتون روج في ذلك المصرف، لكنني لم أذهب، إنني في المنزل. لذا أخبرتها بما حدث، فقالت ليأتي المحقق الخاص بك. لذا تمكنا من الحصول على تلك المعلومات منها، وهكذا بدأت التحقيقات في التقدم بشكل كبير. ذهبنا على الفور إلى المصرف. سيكون لديهم نوع من الفيديو أو اللقطات المسجلة. كان هناك شخص يقف مستخدما تلك البطاقة. هل يتطابق وصفه؟ نعم، كان يتطابق مع الوصف الذي أخبرتنا به. لذا كانت المهمة الوحيدة المتبقية هي الاتصال بجوني. قال: هل تريدين أن تري من استخدم البطاقة؟ قلت: أرغب في ذلك. قلت: هذا هو. قال: إن البحث بدأ، سنضطر إلى وضعه على التلفاز ونشر صورته حتى نعثر عليه. نشرت الصورة على وسائل الإعلام. كان علينا أن نذهب إلى باتون روج وننشرها في أخبارهم ولدى فرق مكافحة الجريمة وننتظر.
عندما تنتشر الصورة تتلقى الشرطة الكثير من الدلائل. وتلقت فرق مكافحة الجريمة في باتون روج مكالمة تفيد بأن الذي كنا نبحث عنه يوجد في منزل مخدرات. نظراً لأنه استخدم بطاقة جوني في الصراف الآلي في المدينة، استطاعت شرطة باتون روج الحصول على مذكرة تفتيش والتحرك بسرعة لاعتقاله. ما أمكننا فعله الأمل بأنه موجود هناك. هل يمكن لشرطة باتون روج أن تكون في طريقها لحل هجوم وحشي أو شيء أسوأ حتى؟ ما صدمني أكثر من ذلك هو اكتشاف أنه قاتل متسلسل حقيقي كما أشيع. الشرطة، افتح الباب! هيا افتح الباب! سندخل! اسم الرجل هو جيفري جالوري، عمره 45 عاماً، من لويزيانا. انتقل إلى باتون روج عندما كان عمره 12 عاماً. كان قد أدين بالسرقة المدبرة والسطو المسلح من الدرجة الأولى، وكان لديه سوابق في تعاطي المخدرات وتزوير الوثائق، وهذا يكفي. رفعت بصمات جيفري وزج به في سجن باتون روج حتى يحين نقله إلى لافايت. تأخذ الشرطة في باتون روج أيضاً عينة حمضه النووي. في الوقت الحالي تؤخذ عينة من الخد من أي شخص يعتقل وتوضع في قاعدة البيانات. عندما يعود جيفري إلى لافايت يوضع في مواجهة مع جوني مارتينيز، وجوني تعرفه، وهو الشخص الذي هاجمها وسرق بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها. هذا هو الرقم 3. أمتأكدة؟ قلت هذا هو الرجل. اعتقل بتهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى. في هذه الأثناء ترسل شرطة باتون روج بصمات وعينة الحمض النووي لجالوري إلى مختبر الجريمة لتحليلها وإدخالها في قاعدة البيانات. لن تصدق هذا. عثر على تطابق بصمة من علبة شراب في تحقيقات سيلفيا كاب. لقد ترك جيفري جالوري عدة بصمات على علبة الشراب التي جمعت من موقع الجريمة. كان ذلك مدهشاً ومثيراً، لأننا يمكننا أن نتعرف على صورة واسم الشخص الذي ربما قتل سيلفيا كاب. أنا كريس جونسون، أنا المشرف هنا في قسم جرائم القتل. جلبناه إلى مكتبنا وقابلناه. سيلفيا كوب، أتعرف سيلفيا؟ أليس كذلك؟ هل أقمت علاقة معها؟ أوه لا. هل لمست لا. جسدها مسبقاً؟ ها؟ أنا لا أعرف. لا أعرف. حقاً لا تعرف؟ أنا حقاً لا أعرف. طوال حياتنا بأكملها لا أعرف. لا تعرف؟ لا. ولكنك لم تقتلها. لست واثقاً من ذلك أبداً. ما هذا السؤال؟ لا لا. هل قتلتها؟ لا. ليس سيلفيا. ليس سيلفيا. سئل جيفري جالوري بشكل محدد من قبل كريس جونسون ما إذا دخل من قبل إلى البيت في نورث أكاديان حيث عثر على جثة سيلفيا. هل دخلت إلى ذلك البيت؟ لا. قال جيفري إنه لم يدخل إلى البيت. لم يدخل إلى ذلك البيت أبداً ولا يعرف مكانه. يبدو أن الحصول على اعتراف من جيفري أمر غير محتمل، حتى يحصل رجال الشرطة خلال المقابلة على نتائج فحص الحمض النووي لجالوري. تطابق الحمض النووي مع قضية ريني نيومان وكذلك قضية فلوريدا إدواردز. البصمة نقطة البداية، ولكن الحمض النووي ما ربط جميع القضايا معاً. أؤكد لك إذا فعلت ذلك اعترف، لا نحتاج إفادتك لإثبات إدانتك. لدينا حمضك النووي. حمضك النووي على جثث تلك الضحايا، فأنت تعرفهن ومن قتلتهن أيضاً. وأشار إلى أن شخصاً آخر زرع حمضه النووي هناك، لذلك كان هذا دفاعه. جلبنا قاتلاً متسلسلاً إلى هنا قبلك، اسمه شون جيليس. جلس على هذا الكرسي، وماذا قال؟ أعطانا كل التفاصيل، كل امرأة قام بقتلها. أدرك أننا قبضنا عليه وما بيده حيلة، فجلس هنا وقال هذا ما فعلته.
هذا ما فعلته وهذا ما فعلته. اضطررنا لإسكاته لأنه كان يتحدث كثيرا. شون تمالك نفسك. لا تصدق. لا مهلا، أنت كنت حاضرا أيضا. لا تصدق الكثير إذن. يجب أن يصيبك بقوة، أليس كذلك؟ صحيح. وصلت المواجهة إلى طريق مسدود. لن يعترف بأنه قتل تلك النساء. أوقفناه عند هذه النقطة لنقله إلى سجن الأقاليم. أخذت عينة من حمضك النووي من فمك، أتذكر؟ وضعت سدادة قطنية في فمك ومسحتها، تذكر؟ جيد، سأخبرك اليوم أنني سأوجه إليك تهمة مضاعفة بالقتل العمد في مدينة باتون روج. سأتهمك بالقتل العمد. ولكن قتل من؟ استمع الآن. قتل من؟ ما سؤالك؟ ومن هو؟ جيد. لست هنا اليوم لاستجوابك بشأن قتل أحدهم جيفري. أريدك أن تفهم هذا بشكل تام. هل تفهم؟ لن أسألك إن قتلت أحداً في مدينة باتون روج. ليس هذا هو هدفي، وأيضاً ليست هذه نيتي أو سبب وجودي اليوم، بل لأخبرك أنني حالما أنهي استجوابي لك، إن تعاونت أم لا، لا أكترث، يعود إليك الخيار. سنوجه إليك تهمة مضاعفة بالقتل العمد في باتون روج. هل تفهم؟ لقتلك نساء في باتون روج، هذا ما سنتهمك به. هذه هي المرة الأخيرة التي يتحدث فيها جيفري مع الشرطة. وكل محام وأكد على اعترافه بالبراءة. لم يشهد في محاكمته في سبتمبر 2011، ولكن الأدلة تتحدث عن نفسها. حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل. إنه وحش يجب أن يسجن ولا يفلت، يستحق ذلك. حكم الإدانة ليس مهماً عندما يكون الشخص مذنباً، بل من الأهم أيضاً أن يعلم أفراد العائلة أنهم حصلوا على العدالة. شعرت بالفرح في ذلك الوقت وشعرت بالارتياح، لأننا كنا نعتقد أنه لن تحل القضية، وأيضاً عائلتها لن تحصل على النهاية التي تحتاجها. وأتمنى أن تتذكر العائلة فلوريدا وتتذكر الأشياء الجيدة، لأن هذا ما أعتمد عليه بشكل كبير. خلال الجلسة القضائية تواجه جوني مارتينيز مهاجمها للمرة الأخيرة. لم ينظر إلي، ولكنني كنت أنظر إليه، لأنني كما قلت لست خائفة. لم أفعل شيئاً له حتى ليفعل بي ما فعل، لأنه الشخص الذي فعل شيئاً خاطئاً، ولهذا السبب لم ينظر إلي. أقدر كل الحب وكل الصلوات التي تلقيتها من العائلة والأصدقاء ومن كل من ساعدني طوال هذا الوقت، وهذا ما أبقاني متماسكة.